السلام عليكم. معاكم مروة المصري. هنعمل مع بعض الرقاق باللحمة المفرومة، بس ايه حكاية هيعجبكم وجايبالكم من الاخر خالص. طعمه لذيذ جدا وتحضيره سهل قوي قوي، مخدش مني غير ربع ساعة بس. طريقته حلوة قوي قوي وطعمه فظيع فظيع، انتوا هتجربوه بنفسكم. نسمي الله كده ونبتدي على طول بقى. طبعا هنعمل العصاج زي ما متعودين. هنحط معلقة سمنة زي ما تحبي، سمنة او زيت، بس طبعا ده رقاق بقى فمفيش حاجة فيه هيلسي خالص يعني. نحط معلقة سمنة كده وهنشوح فيها اللحمة لغاية ما تغير لونها خالص. مش هنتعامل مع اللحمة خالص غير لما تغير لونها، ولا توابل ولا بصل ولا اي حاجة. وطبعا نص كيلو اللحمة بياخد ربع كيلو بصل مفروم، والكيلو بياخد نص كيلو بصل مفروم، يعني على طول البصل بيبقى نص كمية اللحمة عشان يطلع عصاج مظبوط معاكي. هنشوحه بقى كويس جدا لغاية ما كل اللحمة لونها يتغير وما يبقاش اي حاجة احمر فيها. الطريقة ديت ما بتخليش طعم اللحمة فيها طعم مش لطيف كده او حاجة مضايقاكي، لا لا، بتبقى لذيذة جدا جدا وطعم المشوية كده، فبتبقى التست عالي فيها يعني. نحط فلفل اسمر وتوابل لحمة وملح، ده الاساسي. انتي بقى حابة تحطي قرفة، تحطي جوز الطيب، اي تابل انتي بتحبيه تعاملي معاه عادي، بس ده الاساسيين. ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة. طبعا بهارات بتبقى فيها كل المكونات اللي بتبقى بهارات مشكلة، فبتديها طعم عالي وكويسة جدا. انتي حابة تزودي اي تابل زيادة براحتك. هنحط بقى البصل. طبعا بعد ما شوحنا اللحمة خالص وبقت مفيش فيها اي لون متغير، نزلنا بالبصل وهنديله تشويحة كده بقى معاه ويكمل سواه. بس كده العصاك سهل جدا ومفيهوش اي حاجة، وممكن تعملي كمية مناسبة وكمية كبيرة وتحطيه في الفريزر، هتحتفظي بيه وتطلعي على طول تتعاملي معاه. طعمه ما بيغيرش، مفيش اي حاجة فيه بتبقى مش لطيفة، وبيسهل عليكي وانتي في المطبخ. هنشوح فيه بقى لغاية ما يعني يشرب المية بتاعته، لو كان نزل مثلا مية او حاجة، وتشوحي فيه كده لغاية ما تلاقيه خلاص كده استوى. كده احنا تمام وزي الفل. لازم نسويه سوا كامل عشان خاطر الرقاق ما بياخدش وقت في الفرن خالص، ويبقى كل حاجة مستوية معانا وزي الفل. في الوقت ده بقى هنكون مجهزين شوربة بقى متينة حلوة دسمة كده ولذيذة. عندك نبقى تمام، ما عندكيش هنعمل مرقة عادية خالص. هنجيب بقى الشوربة ونكون طبعا مسخنينها، وهنزود عليها نص كوباية لبن او حسب كمية اللي انت هتعمليها. هتعملي صينية تعملي 2، حسب الكمية اللي انت هتعمليها. هندهن بقى الصينية بتاعتنا سمنة كده او زبدة برضو اللي انت حباه، بس هو طبعا مش مستحب زيت خالص، بتبقى طعمها تحفة بالسمنة او الزبدة. طبعا احنا مولعين النار مشغلينها على هادي خالص تحت الشوربة. وبالطريقة دي بقى هنجيب الرقاق معانا ونسقيه بالطريقة دي، بس خلي بالك لان تبقى سخنة جدا جدا على ايدك. ونرص بقى عندك الصينية هتعمليها على قد الرقاية كده تمام، مفيش مشكلة. ما عندكيش والصينية اكبر برضو مفيش اي مشكلة، مفيش مشكلة بتقف معانا خالص. هنحط برضو في الصينية وهنغطي كل الجوانب بتاعتها، خدت 2 خدت 3 تظبطيها لغاية ما تاخد تبقى شكل الصينية بتاعتك. وما تقلقيش كل ده بيتماسك مع بعضيه وبيبقى قطعة واحدة زي الفل، ما تقلقيش خالص. هنعمل بقى طبقتين 3 زي ما تحبي، بس اللي هيبقى تحت هو اللي هيبقى فوق. حطيتي 3 طبقات تحت يبقى نفسهم 3 طبقات فوق، حطيتي 4 تحت يبقى 4 فوق، زي ما تحبي. بتحبيه عالي بتحبيه رفيع، زي
اللي انتي بتحبيه اعمليه. طبعا من كل طبقة وطبقة بنحط سمنة كده، ونرجع نعيد نفس الحركة تاني. الشوربة بتاعتنا هي واللبن بتبقى سخنين جدا، واللبن بيخليه طري وبيحتفظ بطراوته كده حتى لو قعد معاكي. هنحط بقى اللحمة في النص. انا عاوزة اقولك انه فضل طري معايا، والله والله فضل طري معايا. في قطعة اتبقت تاني يوم كان زي الفل وطري، ولا نشفت ولا اي حاجة، وكان حلو جدا جدا. هنحط بقى كمية اللحمة اللي انتي بتحبيها، بس اهم حاجة ما نجيبش عند الطرف، ما نخرجش عند الطروف كده، نخلي الطروف فاضية عشان تمسك في الجزء اللي فوق. هنكمل بقى بنفس الطريقة برضو، هنحط برضو الجزء اللي فوق ونظبطه كده، ونيجي بقى عند الحروف هنضغط عليها في بعض عشان هتلزق واللحمة بتاعتنا ما تخرجش. الخطوة ديت بقى حلوة جدا. دي زبدية بتجيبيها، انا حطيتها على بقية السمنة، كان عندي سمنة باقية من اللي كنت بدهن بيها بين الطبقات، حطيتها عليه وفكتها كده في بعض، قلبتها جامد عشان تبقى فكة. الطريقة دي بتبقى تحفة. وهي على الوش تدهني الوش كله. عندك وش لبن القشطة تمام تمام، اشتغلي بيه برضو بيديكي نتيجة كويسة جدا. انتي هتشوفي معايا النتيجة هتبقى تحفة. هنكون طبعا مسخنين الفرن على اعلى حاجة عندك، وهنحطه في الرف الوسطاني. خدت معايا 10 دقايق بالظبط وكانت زي الفل. هنحطها في الفرن و10 دقايق بالظبط هتبص هتلاقي ايه، وشها خد لون، وسواها بيبقى تحفة تحفة، يعني احلى من السوا اللي بيبقى على البوتاجاز. في الفرن كده كله بيشرب من بعض وبتبقى لذيذة. شايفة شكلها عامل ازاي، فظيعة. انا ما استنيتش عليها صراحة، لازم اوريكم الحاجة كده على طول. هتقطعيها بقى زي ما انت عاوزة، متماسكة في بعضيها وحلوة جدا. والطعم بقى مش عاوزة اقولكوا يعني فظيع. جربوها كده وهتتأكدي من اللي انا بقولهولك، ومش هتغيري الطريقة دي ابدا. بألف هنا وشفا على قلبكم. شفتوا شكله لذيذ ازاي ومورق، بالهنا والشفا. شكرا.